في إطار التفاعل التونسي مع انتفاضة القدس، دعت نقابة التعليم الثانوي لتخصيص يوم وطني دعما للقضية الفلسطينية. المبادرة جاءت بمشاركة وزارة التربية التي عممت على المدارس التونسية في كامل الجمهورية لرفع العلم الفلسطيني رفقة العلم التونسي في افتتاح اليوم الدراسي. الوزارة اعتبرت هذه الخطوة جزءا من الدور الرسمي لتونس الداعم للموقف الفلسطيني. النظام التونسي بمكوناته سلطة واتحاد يساند ويدعم ويأخذ بجانب الحركة الثورة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة عادلة على أراضيه. الدخول بالقضية الفلسطينية إلى المؤسسات التربوية التونسية اعتبره اتحاد الشغل واجبا وطنيا تجاه الجيل التونسي. هي مسألة رمزية لا محالي في حقيقة الأمر أكثر منها مسألة أخرى، ولكن هناك تحسيس وهناك عملية دفع إلى من ما زال يتردد على عدم مساندة القضية الفلسطينية. أشعر أني القدس، أشعر أني فلسطين. الطلبة عبروا عن اعتزازهم بهذه المبادرة وطالبوا بالمزيد من الاهتمام التربوي بفلسطين. أنا حنقول لكم اللي احنا توانسة نحبوا فلسطين وفرحانين برشا اللي هذايا قاعد يصير في تونس لأجل الفلسطينيين. ماذا بينا نطالبوا برنامج في التعليم متاعنا يكون معادي للكيان الصهيوني، ويكون فيه مش حتى كره، يكون فيه أيداء للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني راهو عدو. أنا أعتقد أن التلميذ التونسي إلى حد ما واعي بهذه القضية ويساهم فيها، لذلك رفع العلم اليوم. القيمة التربوية لهذه الخطوة تضاف لجهود مجتمعية سابقة من أجل إدراج القضية الفلسطينية في المناهج التعليمية التونسية. البعد التربوي هنا بالأساس هو تربية هذه الناشئة أيضا على معرفة يعني ما يحصل في فلسطين، وحتى تكون القضية الفلسطينية في الأساس هي قضية عربية يعني. يكشف هذا التضامن الرسمي مع انتفاضة القدس فشل المحاولات الرامية لعزلها عن عمقها العربي والإسلامي. هي خطوة رمزية إذن برفع العلم الفلسطيني في المدارس التونسية، لكنها من وجهة نظر البعض تسهم في غرس الوعي والانتماء بالقضية الفلسطينية في أذهان هذا الجيل الجديد. يوسف حمدان لقناة القدس الفضائية، المرسى، تونس.